بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ملعب الملكي في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية، لو مش مشترك في القناة فأكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لينا، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك طبعا بالفرحة الهستيرية اللي بتحدث في نادي الزمالك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في اولى المباريات في الدوري المصري الممتاز بثنائيه نظيفه. الزمالك اليوم بيفوز على سيراميكا كليوباترا في افتتاحيه الدوري، فوز مهم جدا جدا يعطي الثقه للاعيبه والمدير الفني ان احنا قادرين على اننا احنا نحقق امالنا في التاهل لدوري ابطال افريقيا، او حتى اننا نحصل على لقب الدوري المصري الممتاز الغائب منذ 3 سنوات. كمان بيطمن يعني الجمهور على الفريق والاداء الفني للاعيبه بعد ما ان المباريات الوديه ما كانتش متذاعه، وبالتالي احنا مشتاقين ان احنا نشوف الاداء بتاع اللعيبه فنيا هيبقى ازاي. كمان يعني ده فوز مهم جدا جدا لان احنا شفنا الصفقات الجديده بتاعتنا والصفقات عامله ازاي، مستواها الفني عامل ازاي. فطبعا فوز مهم جدا جدا، مباراه مهمه لنادي الزمالك. ومبروك لكل جمهور نادي الزمالك، مبروك لنادي الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا والتصدر الدوري المصري من بدايه الموسم. يعني ده حاجه مهمه جدا ان انت تصدر الدوري من الموسم، وبالتالي تعطي الثقه للعيبه ان انت اول دوري، وبالتالي المفروض تمشي اول دوري. فده بالنسبه للفوز على سيراميكا. كمان معانا حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لشيكو بنزا. شيكو بنزا شكله صفقه ضيعه. خليني اقول لك ليه صفقه ضيعه. اللاعب لعب 66 دقيقه، لمس الكرة 33 مرة، يعني بمعدل لمسة واحدة كل دقيقتين. التمريرات الصحيحة بتاعته 9 تمريرات من 16 تمريرة، يعني حتى 50% بس. المراوغات واحدة من 6، برضو ده رقم ضعيف جدا. كمان الالتحامات الأرضية فاز بثلاث التحامات من 11 التحام، يعني حتى ما مكملش النص، في أرقام ضعيفة للاعب. كمان يعني فقد الكرة وفقد الاستحواذ 18 مرة، وما كسبش الاستحواذ اي مره، ولا قطعش اي كوره. فطبعا ارقام باهته وارقام مش كويسه بالنسبه لشيكو بنزا. اتمنى ان ده ما يكونش يعني لسه استقرار مع الفريق او حتى تاقلم مع الفريق، لان لو دي ارقام اللاعب في كل المباريات، ده مصطفى شلبي كان اهون. مصطفى شلبي كان اهون على الاقل. مصطفى شلبي 11 فرصه ممكن يجيب لك منهم هدفين، اما ده 11 فرصه ولا حتى تسديده، يعني ضايع جدا جدا. كمان شيكو بنزا برضو ليه لقطه مش كويسه في المباراه. شيكو بنزا كمان امبارح اعترض على تغييرته بعد المباراه. خلينا اقول لك ان عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي الزمالك، الراجل مسك اللاعب بعد المباراه في اوضه تغيير الملابس. اللعيبه كده خرجت والراجل سلخه بالمعنى البلدي، ان انت لسه صفقه جديد، انت لسه حتى ما اثبتتش نفسك للجمهور بارقامك اللي زي الزفت في اول المباريات. فانت المفروض تحترم نفسك، انت المفروض تحترم نفسك. انت لو لاعب مصري الناس دي مش هتسيبك، لكن انت لاعب اجنبي المفروض ان انت تبقى على مستوى عالي من الاخلاق، على مستوى عالي من الفنيات. فانت لا اخلاق ولا فنيات ولا اي حاجه، في شكلك سنه هتبقى سودة معاك في الموسم الحالي، واتمناها يعني مش سودة. وحاليا خلينا اقول لك ان بيتم دراسه توقيع عقوبه ماليه على اللاعب. عقوبه ماليه اقل حاجه هتكون في الميت كده 60 70 الف دولار في اولى المباريات بس، لان الزمالك في الموسم ده مع جون ادوارد زي ما قلنا طبعا بالتاكيد هيكون غير بشكل كبير. كمان خلينا اكلمك برضو على قيد بارون اوشينج. بامر الفيفا نادي الزمالك يتمكن من ايقاد اللاعب الكاميروني تقريبا بارون اوشينج، اللاعب الكيني عفوا، بارون اوشينج اللاعب اللي بيلعب في الظهير الايمن. نادي الزمالك، او خلينا اقول لك ان الاتحاد المصري لكره القدم ابلغ الزمالك قبل نهايه القيد ان انت لو عايز تقيد لعيبه، او كل الانديه، الاتحاد المصري لكره القدم بلغهم ان قيد اللعيبه تحت السن هينتهي يوم 18/8، واحنا لسه النهارده يعني النهارده 9/8، فلسه باقي معاك 9 ايام. الاتحاد المصري لكرة القدم بعد ما قال الكلام ده راح رفضه والغى كلامه، ولكن الزمالك خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم على قيد اللاعب الكيني
والفيفا قالت موقف الزمالك صحيح، وبأمر الفيفا الزمالك خلال الساعات اللي جايه هيعلن قيد اللاعب بارون روشنج الظهير الايمن لنادي الزمالك تحت السن. فكل التوفيق للاعب مع نادي الزمالك يعني، ويبشرنا باداء كويس زي ما بشرنا ادم كايد، ناصر ماهر، حتى اللعيبه القدام يعني عبد الحميد معالي، وحتى سيف الدين الجزيري برضو اتمنى انه يطور من نفسه اكتر من كده، لان برضو مستواه لسه ما اتحسنش. كمان معانا برضو قنبله القرن وكريم فؤاد لاعب الاهلي الحالي زملكاوي. اقول لك ايه الحكايه واقول لك ايه التفصيل، بس لو وصلت حتى الان في الفيديو اشتراك ولايك عشان توصلك كل اخبار الزمالك اول باول. خليني اقول لك ان جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك هو وكيل العديد من اللعيبه في الاهلي، ومن ضمنهم كريم فؤاد. كريم فؤاد العقد بتاعه هينتهي بنهايه هينتهي عقده في يناير القادم مع الاهلي، واللاعب رافض فكره التجديد. وصلتنا اخبار بيقول ان جون ادوارد هو اللي قال ما تجدد، اللي في كريم فؤاد ما تجددش مع الاهلي وانا اشوف لك نادي. طبعا الوكلاء هم اللي بيتحكموا في مسار اللعيبه في الوقت الحالي. فجون ادوارد عرض على اللاعب فكره انه يلعب في الزمالك، اللاعب ما عندوش ادنى مشكله، ولكن المشكله الكبرى في ان اللاعب طالب 65 مليون جنيه، 65 مليون، فطبعا رقم كبير جدا جدا على الزمالك. حاليا جون ادوارد يعني هيحاول خلال الفتره اللي جايه او خلال يناير القادم انه يقنع اللاعب بان مثلا 50 40 مليون كويسه، او حتى يساوي مرتبه باللي بياخده مع الاهلي. فده بالنسبه لكريم فؤاد واللي بيحصل فيه. شكرا لكم واتمنى انضمامكم لعائلتنا الصغيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.